حبايب قلبي، تعالوا نشوف الكارثة اللي هتحصل هنا. بس اعملوا لايك واشتراك في القناة عشان توصل لكم الفيديوهات كده اول باول. شوفوا البنت دي جميلة ازاي وشكلها جميل ازاي، بس هي ما عجبهاش شكلها. شوفوا دلوقتي هي هتعمل ايه في شكلها. شايفين؟ عملت عملية شد بدي بعد عملية الشد. شفتوا قبل وبعد كانت عاملة ازاي؟ يعني هي مش عاجبها خلقة ربنا فبوظت الدنيا خالص. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. يا جماعة اعملوا لايك واشتراك في القناة، لو أول مرة تشوفوا القناة اشتركوا فيها واعملوا لايك للفيديو. شايفين الشكل؟ وهنا طبعا ايه المكياج لا دين له. تعالوا نشوف دي هتعمل كده ايه مكياج كامل وهتغير شكلها 180 درجة كده. حطت العدسات وهتبتدي انها ايه هتساوي الحواجب بتاعتها، وهتغسل وشها كده وهتحط ماسك ايه وهتظبط الدنيا علشان قبل ما تحط المكياج. هتحط كده هو مرطب او السيرم، مش عارفة هو ايه ده. يعني المهم هتاخد ايه كذا وش يعني. كده جابت سبونشة هتبتدي انها تحط لها ايه المكياج. اعملوا لايك واشتراك في القناة، لو اول مرة تشوفوا القناة تشتركوا فيها. كده حطت الفونديشن، كنت فاكراها هتخليها زي الصورة، لا بس دلوقتي هيحصل ايه تغير 180 درجة. ده الفونديشن تطلع كده تحت العين. اعملوا لايك يا جماعة الفيديو، لايك. ده الشكل النهائي بتاعها. نسوي لها كده الشفايف. لا غيرتها 180 درجة، لا 200 درجة. المهم حطوا لايك. اترككم في رعاية الله.